ما هي حقيقة ابن تيمية؟ كثير من الشباب تواصلوا وياي وطلبوا أتكلم عن ابن تيمية. طبعا الحكم في ذلك والميزان حديث النبي صلى الله عليه وآله الموجود في كتب المسلمين، حيث قال: يا علي لا يبغضك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن. أريد نميز هذا الإنسان مؤمن أو منافق، نشوفه يحب علي بن أبي طالب لو يبغض علي بن أبي طالب. 7 نقاط مختصرة سهلة بسيطة جمعتها لكم أقدمها بين أيديكم يا أحبتي. رقم 1: ابن تيمية يكفر علي بن أبي طالب وهو صغير. نص العبارة أقرأها لكم من منهاج السنة، يقول: وإذا قيل عن الرجال إنهم كانوا يعبدون الأصنام فالصبيان كذلك علي وغيره. وهاي الدعوة بطلانها واضح جدا يا أحبائي. أي محقق أي متتبع لكتب السيرة راح يتأكد أنه هذا الكلام غير صحيح. الجواب من مصدرين يا أحبائي. مثلا أعرض بخدمتكم عن الطبري أيضا من كتب أهل السنة، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة وخرج معه علي بن أبي طالب فيصليان الصلوات. يصليان الصلوات. هذا مصدر ثاني عن ابن الجوزي في تذكرة الخواص، يقول: لم يزل مع رسول الله في زمن الطفولة، منه علي بن أبي طالب، لم يزل مع رسول الله في زمن الطفولة يدين بما دان به رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني دينه ما يدين به رسول الله صلى الله عليه وآله. رقم 2: تشكيكه في أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو أول من أسلم وأول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله. فيقول نص ما قال في منهاج السنة: قول القائل علي أول من صلى مع النبي ممنوع، بل أكثر الناس على خلاف ذلك، وإن أبا بكر صلى قبله. هاي مصادر أعرضها تجيب ابن تيمية، ترد على ابن تيمية. عن سلمان قال: إن أول هذه الأمة ورودا على نبيها أولها إسلاما علي بن أبي طالب. الهيثمي من علماء أهل السنة يقول: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن علي سلام الله عليه قال: اللهم لا أعرف عبدا من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك. 3 مرات يكررها: لقد صليت قبل أن يصلي الناس 7. الهيثمي أيضا يقول: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني وإسناده حسن. مصدر ثالث أنقل لكم أيضا عن زيد بن أرقم قال: أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنقله كما قال. قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد. النقطة الثالثة، هاي الشيعة ما يرضون عليها أبدا. شي يقول؟ يشكك بشجاعة علي سلام الله عليه، ويقول إن أبا بكر وعمر أشجع من علي. شلون؟ في منهاج السنة أيضا: وإذا كانت الشجاعة المطلوبة من الأئمة شجاعة القلب، فلا ريب أن أبا بكر كان أشجع من عمر، وعمر أشجع من عثمان وعلي وطلحة والزبير. فعنده شيء يقول الشجاعة بالقلب مو بالبدن، مو إلا بالمعركة. لا، أهم شيء شجاعة القلب. من جايبها هاي ما أدري. زين، هي إذا الإنسان في بدنه شجاع يخوض المعارك، هذا ما يدل على شجاعة القلب؟ معناه أنه هو قلبه شجاع؟ شلون نرد على هذا الكلام؟ اسمعوا هاي الرواية اللي صححها الحاكم والذهبي أيضا عن علي رضي الله عنه قال: سار النبي صلى الله عليه وآله إلى خيبر، معركة خيبر، فلما أتاها بعث عمر وبعث معه الناس يقاتلهم، فقاتلوهم فلم يلبثوا أن هزموا عمرا وأصحابه ورجعوا، فجاءوا ووضعهم سيء كان. بعدها أرسل أبا بكر لفتح خيبر فرجع مهزوما أيضا. بعدها شنو قال النبي صلى الله عليه وآله؟ للملاحظة الإمام علي ما شارك لا مع عمر ولا مع أبي بكر لأن كان مريضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، موجودة في كتب المسلمين أيضا، ابن عساكر ينقلها: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، في إشارة لغيره. علي بن أبي طالب كرار، أما غيره من سبقه فكان فرارا. والباقي تعرفون ماذا صنع علي سلام الله عليه في يوم خيبر. الأمر الرابع: تكذيبه لحديث علي مع الحق والحق مع علي. يقول هذا شنو؟ وادعاؤه أن أحدا لم يروه
يقول هذا ما حد رواه أصلا، رغم هذا الحديث موجود في رواه الترمذي والطبراني والحاكم والخطيب البغدادي وابن عساكر. الأمر الخامس ينفي المؤاخاة، يقول النبي ما آخى بينه وبين علي ولا بين المسلمين، بينما إذا تراجع كتب المسلمين تجد قضية مؤاخاة علي لرسول الله صلى الله عليه وآله في سنن الترمذي والطبقات لابن سعد والمستدرك على الصحيحين ومصابيح السنة. وحتى ابن حجر رد على ابن تيمية في إنكار مسألة المؤاخاة. شنو قال؟ قال هذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة. الأمر السادس، ابن تيمية يقول عن هذه العبارة اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، يقول كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. رغم أحبائي، رغم أنه هذا الحديث أخرجه أحمد، الإمام أحمد بأسانيد صحيحة، وأخرجه ابن أبي شيبة من القدماء، والنسائي وأبي يعلى وابن حبان والطبراني والحاكم والخطيب البغدادي وغيرهم. الشيخ الألباني يرد على ابن تيمية أيضا من علماء السنة. أحبائي ترى ما ذكرت أي عالم من علماء الشيعة، كل اللي ذكرتهم من علماء السنة. الألباني شي يقول في نهاية كلامه في تصحيح حديث الغدير؟ يقول إنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يقول هذا ضعفه، وأما الشطر الآخر فزعم أنه كذب، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وهذا جاي يتكلم عن ابن تيمية، وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري، أنا أقدر ليش قال هذا، من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها، والله المستعان. واكو حديث ثاني أيضا نفاء ابن تيمية، الألباني هم رد عليه. إيش قال له؟ قال هذا نفيك الحديث ما تريدون من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي. يقول من العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث، يقول هذا عجيب، وتكذيبه كما فعل بالحديث المتقدم الغدير، حديث الغدير هناك، فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيب الحديث. يقول أريد أن أشوف ليش كذب الحديث، ماكو أي وجه إلا التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة، تسرع ومبالغة. الأمر السابع والأخير يا أحبائي، ابن تيمية يقول عن حديث مثل أهل بيتي كمثل أو مثل سفينة نوح، يقول هذا لا يعرف له إسناد لا صحيح ولا هو في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها أبدا، بينما من تراجع تجده أنه نقل أحمد بن حنبل والبزار والطبراني والدارقطني والحاكم. أختم حديثي بما قاله الحافظ الذهبي من كبار علماء أهل السنة في رسالة بعثها إلى ابن تيمية. شي يقول؟ ثم قال يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة والانحلال. هذا مصير اللي يتبع ابن تيمية، مثل ما يقول الذهبي